مساء الخير. ناس كتير بعتت لي بتسألني على لو انت ضعيف في الاكسل او ما عندكش فكرة عن المصطلحات المالية بالانجليزي. عايز اقول لك ان شهادة الاي اف ام هتقويك جدا في الاكسل، لان المادة العلمية كلها على الاكسل. ازاي بتبني فوركاست 5 سنين للبيزنس بلان بناء على مجموعه من الهيستوريكال داتا ومجموعه من الاسامبشن، واتكلمنا على ازاي بتعمل السيناريوهات. يبقى الشغل كله على الاكسل. هتقويك جدا في الاكسل. المعادلات بسيطه جدا، المعهد بيوصي بان انت تستخدم معادلات مور سيمبل، فالموضوع هيبقى بسيط جدا بالنسبه لك، وهيدربك كويس جدا على الاكسل، وهيفتح لك مجالات كتير في الاكسل. لان الشهاده زي ما اتكلمنا، انت بتبني مجموعه من الشيتس، بتبني فيهم جواهم بيانات، وبتبدا تشتغل على المعادلات. فصدقني، لو انت ضعيف جدا في الاكسل، حتى لو متوسط في الاكسل او قوي جدا في الاكسل، الشهاده هتطورك جدا جدا، وهتفتح لك مجالات كتير تقدر تستخدم فيها الاكسل. بالنسبه للمصطلحات الماليه، فصدقني لو انت ما تعرفش خالص مصطلحات ماليه، فهو من تكرار المدرب معاك، لان الشهاده مدتها 3 شهور، من شهرين ونص ل3 شهور. من تكرار المصطلحات معاك في كل الحاجات اللي موجوده في القوائم الماليه، هيبقى الموضوع بالنسبه لك بسيط جدا. خلاص يعني اما تلاقي المدرب كل شويه بيقول ريفينيو ريفينيو ريفينيو، فخلاص مش هتنسى كلمه مبيعات، هتنسى كلمه تكلفه، هتقولها كوست، النت انكم، صافي الارباح، الوركينج كابيتال، الكابكس، الاصول الجديده، يعني الديت، الانترست، الحاجات دي كلها انت من الشغل والتدريب ومع المحاضر بتسمعه على طول بيكرر في الكلمات دي. صدقني خلاص انت مش محتاج تمسك ورقه وقلم وتقعد تحفظها، هي خلاص هتثبت في دماغك. الشهاده قويه جدا، من اقوى 3 شهادات على مستوى العالم في الفاينانشال موديل. هتديك باور جامد جدا. تابعنا. وانا حبيت اقول اني لو انت في سنه ثالثه، في سنه رابعه، عايز تبدا من سنه تانية، مفيش مشكله، لانها هتعرفك الاكسل كويس، المصطلحات الماليه كويس، هتعرفك بقى ايه هي القوائم الماليه وازاي تبني الجداول. هتقويك جدا في الاكسل. الشهاده قويه جدا جدا يا جماعه، وهتفرق بينك وبين اي حد في على مستوى البيزنس. في الشركات، البنوك بتطلبها، الشركات بتطلبها، القطاع الخاص بيطلبها، كل البيزنس بيطلب ان انت تبقى كويس جدا في الفاينانشال موديل. وبعدين انت لو خلصت الامتحان، زي ما انا قلت هو امتحان مدته 4 ساعات، معايا ان شاء الله هتخلصه في 3 ساعات. معنى ان انت خلصت الامتحان وخدت الشهاده، يعني انت ادفانسد فاينانشال موديلر، قوي جدا جدا في البيزنس بلان والفاينانشال موديلنج. شور يا جماعه، معايا هتاخد الشهاده قولا واحدا باذن الله. اشترك وابعت لي، وان شاء الله انا معاك والحق الخصم. واحنا ان شاء الله مدينا الموضوع لمنتصف 11. منتظركم ان شاء الله، واي اسئله انا تحت امركم في اي حاجه. باي باي، سلام عليكم.